مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة المفصلة. أهلا وسهلا بكم ونتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. نشرة اليوم تحمل خبرا مفاجئا وهاما يهم جميع المغاربة، ويتعلق بالساعة الإضافية بالمغرب تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، خاصة الأخبار العاجلة والمستجدات التي تهم حياتكم اليومية. خبر مفاجئ وهام للمغاربة بخصوص الساعة الإضافية بالمغرب. يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت القانوني، وذلك ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2026، في خطوة تأتي تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك المرتقب فلكيا في حدود 19 من فبراير. ويهدف هذا التعديل الزمني لملائمة الحياة اليومية للمغاربة مع المتطلبات الروحية والاجتماعية لشهر الصيام، خاصة ما يتعلق بأوقات العمل والدراسة والعبادات. ووفقا لما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، سيقوم المغرب بحذف الساعة الإضافية، وذلك ابتداء من الساعة 3 صباحا من يوم الأحد 15 فبراير. بمعنى آخر، عند حلول الساعة 3 صباحا سيتم إرجاع الساعة إلى 2 والعودة رسميا إلى التوقيت القانوني للمملكة. ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة فقط من الموعد المتوقع لبدء شهر رمضان، حيث أوضحت السلطات أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تنظيم أوقات العمل والدراسة، مساعدة المواطنين على التأقلم مع مواعيد الصيام، مراعاة الإيقاع اليومي الخاص، وجبة الإفطار ووجبة السحور وأوقات الصلاة والقيام، وذلك بما ينسجم مع خصوصية هذا الشهر الفضيل. هذا التغيير الزمني قد يؤثر على مواعيد العمل، أوقات الدراسة، الرحلات والتنقلات، والمواعيد الإدارية والطبية. لذلك ينصح الجميع بالانتباه لضبط ساعاتهم وتحديد أجهزتهم الإلكترونية لتفادي أي ارتباك. في الختام مشاهدينا الكرام، يبقى هذا التعديل إجراء سنويا يرافق حلول شهر رمضان، ويهدف أساسا إلى تسهيل الحياة اليومية للمغاربة خلال هذا الشهر المبارك. إذا أعجبكم هذا النوع من الأخبار المفصلة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ونلتقي بكم في نشرات قادمة إن شاء الله. رمضان مبارك سعيد، وإلى اللقاء.